قامت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو مساء الجمعة بزيارة ميدانية لمواقع سقوط المقذوفات الأربعة التي استهدفت محيط مدينة السمارة، وذلك برفقة أفراد من القوات المسلحة الملكية، بهدف إعداد تقرير تفصيلي يرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأكدت مصادر مأذونة أن فرقا عسكرية تابعة للبعثة وقفت على مكان سقوط أحد المقذوفات قرب ثكنة المينورسو نفسها، وذلك في إطار توثيق حالة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، وتحديد طبيعة المقذوفات المستخدمة ومواقع انفجارها. ومن المرتقب أن تدرج هذه الوقائع ضمن التقرير السنوي الذي يرفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يعد من المرجعيات الأساسية في النقاشات المرتقبة حول النزاع الإقليمي المفتعل خلال شهر أكتوبر المقبل. وكانت 4 مقذوفات قد سقطت ظهر الجمعة في مناطق غير مأهولة على مشارف مدينة السمارة، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية. وتبنت جبهة البوليساريو الانفصالية هذه العملية في بيان صادر عنها، وصفت فيه القصف بأنه استهداف لما زعمت أنها قواعد عسكرية للعدو. ويشار إلى أن تحرك عناصر بعثة المينورسو يندرج ضمن مهام مراقبة مدى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وإبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بشكل مستمر بأي خروقات أو تحركات عسكرية ميدانية وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية اعترفت اليوم الجمعة بمسؤوليتها عن العملية التي استهدفت المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة، وذلك في أول تبن رسمي لهذا الهجوم الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وجاء في بيان صادر عما يسمى وزارة الدفاع لدى الجبهة الانفصالية أن الهجوم استهدف مواقع عسكرية مفترضة لما وصفته بقواعد تمركز العدو في منطقة السمارة، مستخدمة في ذلك وحدات صاروخية ومقذوفات من دون أن يحدد البيان الموقع بدقة أو نوع الأهداف. وكانت 4 مقذوفات قد سقطت صباح اليوم قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المنيرسو في منطقة غير مأهولة بالسكان، ما حال دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد سقطت المقذوفات في محيط خال تماما من السكان قرب ثكنة عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المنيرسو، دون أن تطال أي منشآت مدنية أو عسكرية. وتزامن هذا الاعتداء مع استمرار بعثة المنيرسو في مراقبة الوضع الأمني بالصحراء المغربية عن قبث، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر التصعيد الميداني في المنطقة، في ظل تنامي الدعوات إلى ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار جنوب المملكة. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل بعثة المنيرسو مراقبة الوضع الأمني بالصحراء المغربية، ووسط اهتمام متزايد من الكونغرس الأمريكي بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية من خلال مشروع قانون اقترحه السناتور الجمهوري جو ويلسون بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا.